اجمل طبق بسلة يشرفك في اجدعها عزومة. بسلة باللحمة المفرومة في منتهى الجمال. تعالوا بقى نشوف عملنا الفخامة دي ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هنا معانا بسلة بسم الله ما شاء الله عليها جميلة جدا، وانتوا عارفين ان احنا بقى في اوان البسلة بقى وطازة وجميلة. وبصوا الحب بتاعها انا بعد ما فرطتها بسم الله ما شاء الله، بصوا جميلة ما فيهاش واحدة كده كانت اي كلام. بسلة جميلة جدا، يعني جميلة كده وصبحة. وهنا بقى طبعا الجزر قشرته وغسلته، وكنت بقى مجهزاه علشان ايه التقطيع، قطعته كده مكعبات زي ما انتوا شايفين. وطبعا ايه فصصت كده البسله برضو وغسلتها. هنا بقى ايه بنجيب بقى فلفل الوان، ودي التكايه بتاعتهم وزيزو النهارده. وهنا كان معانا 400 جرام من اللحمه المفرومه، ومعانا هنا فص ثوم وقرن فلفل احمر دقنهم كويس. وطبعا فرمين الطماطم بتاعتنا، الطماطم ما تبقاش كتير يا جماعه. طبعا داخل علينا بقى رمضان وعزايم رمضان، كل سنة وانتوا طيبين. واللحمة اللي احنا هنعملها النهاردة في البسلة والطريقة دي هتفيدك جدا جدا. وبصي اتفرجوا كده على الفيديو واتفرجوا على الطريقة دي هتعجبكم جدا، وحاجة هتشرفكم. طبعا في الغلو اللي احنا شايفينه لازم لما يبقى عندك عزومة تعملي كده حاجات تشرفك وتشرف اهلك وتشرف جوزك. بصي وتخليكي كده ايه يعني حاجة كده فخامة قدامهم، فانت لازم تعملي كذا صنف. فاحنا بلحمة مفرومة قليلة هنعمل احلى حلة بسلة جامدة جدا، فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. تعالوا بقى نشوف. هنا جبنا الطاسة وحطينا فيها قطعنا فيها بصلاية. طبعا معانا هنا بصلتين، قطعنا كده ايه بصلاية الا ربع، ما قطعناش الربع الاخير. وحطينا بقى هنا ايه اللحمة المفرومة عليها وسيبناها كده تتعصج. حطينا عليها فلفل اسمر سادة اهون، وحطينا عليها ايه بهارات لحمة. اكتر من كده ما بتحطيش عليها وهي بتتعصج للبسلة. ماشي، بنسيبها بقى هنا كده ايه تتعصج كده مع نفسها. نقلتها بقى ايه على العين التانية ووطيت عليها كده ايه على نار هادية. هنا بقى جبت الحلة بتاعتنا. بعد كده بقى ايه هجيب بقى الزيت بحطه، ما بحطش يعني زيت كتير بصراحة، انا بحب اطبخ بالزيت، ما بحبش احط بقى سمنة. ومع اللحمة مع الكلام ده كله بتبقى دسمة جدا، فحطيت ايه شوية زيت صغيرين. وهنا بقى ايه اخدت البصلاية قطعتها طبعا بالطريقة المعتادة بتاعتي، بحب كده بسرعة على السريع. بتقطعيها. على فكرة الأكلة كلها ما أخدتش معايا وقت، أنا يعني من الآخر كده كانت ربع ساعة وكانت خلصانة. يعني انت لو انت في رمضان يعني بصي ربع ساعة بالظبط أكلتك هتبقى خلصانة، لان الطريقه اللي انا بعمل بيها دي بتسوي معاكي كل الخضار قبل ما بتحطيه، وبتسوي اللحمه وبتسوي الطماطم، بتبقى بصراحه جميله. هنا حطينا البصله، بطلي بقى رغي شويه كده بقى مزيز واتكلمي وقولي. عملنا البصله واتشوحت معانا البصله، نزلنا عليها كده بايه بالجزر، هنشوح شوح شوح قلب قلب قلب. بعد كده نزلنا بايه نزلنا بالفلفل اخضر اصفر احمر، نزلنا كده بقى عليه وقلبنا قلب 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 قلب. طبعا معانا هنا بقى ايه انا بصوا هنا قلبت لكم الكاميرا عشان تشوفوا كويس. ماشي، انا شوحته كده كويس قوي. وطبعا ايه طبق البسله نزلنا كده طبق البسله. طبعا البسله دي بتبقى مغسوله ومتصفيه وبتحطيها ايه كنت مجهزاها يعني في الطبق. تمام، هنا بقى نزلت كده بالبسله، وهنا قرن فلفل بفص الثوم. وقلبتهم برضو عليها كده كويس قوي. وبيبقى طبعا معايا ايه طبق البهارات، مرقه، فلفل اسمر شطه وكمون ملح ابيض، لوري ما بحطش حبه هنا عشان بخاف ان انا انساه في الحله ويجي يعني تحت ضرس حد وكده. بصوا بقى هنا كده بسيبها تتشوح، خدت كده التشويحه بتاعتها معايا. لما بتحطي الحاجه تتشوح ما بتاخدش معاكي وقت في السوا وبتبقى جميله. بصوا هنا ايه نزلنا كده ايه باللحمه. طبعا اللحمه برضو ما اخدتش ايه في التشويح التعصيق بتاعها حاجه، لان مش حاطه عليها ملح، انا حاطه بس بهارات لحمه وفلفل اسمر. في نفس الطاسه برضو هنحط ايه حاجه بسيطه خالص من الزيت في الطاسه زي ما هي، ما بتغسلهاش ولا اي حاجه. طبعا بيبقى لسه بيبقى فيها الدهون بتاعه اللحمه. نزلنا ايه كده على الطاسه كده. هنزل بقى هي هخرط هنا برضو البصله وهحطها كده ايه عليها، هتاخد لها برضو تشويحه كده. بصوا هنا الخضار بي ايه يعني بصوا بيتشوح مع اللحمه حاجه فاخر من الاخر وريحه جامده. بصراحه جربوها يعني هتعجبكم جدا، وهتشرفكم جدا في اي عزومه، وهتنفعكم جدا في العزايم في رمضان. وطبعا يعني كل سنه وانتم طيبين. بصوا هنا بقى انا حطيت ايه البصله وسبتها تتشوح. نزلت كده بقى ايه بالطماطم عليها. طبعا الطماطم ما تحطيش الطماطم وهي ايه مفرومه كده ومش مستويه على الخضار، لا. الخضار ده اللي احنا عملناه البسله باللحمه، انت ممكن تسيبيه يستوي زي ما هو كده من غير ما تحطي عليه طماطم. وبعد ما تعملي الرز تروحي جايه رصاه كده فوق الرز، بيبقى شكله جميل. وممكن تقدميه برده في اطباق لوحده. يعني دي طريقه ودي طريقه، وكل الطرق دي انا هعملها معاكم ان شاء الله واحده واحده. طبعا انا هنا كده ايه عملت بصوا التخديعه بقى كانت ايه اخدت كذا غلوه معايا.
على البصله كده على النار، ونزلت كده بها ايه على البسله. بصوا بسم الله ما شاء الله، ريحتها جميله جدا. والله يا جماعه بصوا جربوها، يعني جميله جميله، وريحتها جميله جدا وبتنفع. بصوا يعني في كل حاجه بتنفع، واولادك هيحبوها جدا، وعامه بيبقى تغيير بدل ما تكون بسله ساده. هنا طبعا ايه كنا عملنا الرز بشعريه، انا طبخاه معاكم قبل كده عشان يكون مفلفل بيكون ازاي. هنا بقى البسله بعد ما استوت معانا، بصوا يا جماعه شوفوا جميله، وكان هنا معايا جرجير والعيش الطري، وده كان بقى الاكل النهارده. ما تنسوش يا جماعه تعملوا اشتراك للقناه، وتدوسوا على كلمه الكل وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل